استكمالا للنقطة التي انتهيت منها، المغاربة في إسرائيل لديهم شخصين مقدسان، يعني زعيمان يعتبرونهم يعني يناصرونهم ويؤيدونهم بشكل كبير. الأول هو بنيامين نتنياهو، والثاني هو الملك أو العاهل المغربي محمد السادس. ولدى المغاربة الإسرائيليين يعني علاقة غير طبيعية مع البلاط المغربي، مع القصر المغربي. هم يقدسون كما قلت الملك المغربي محمد السادس، وهذا يعتبر أيضا جسرا ل يعني العلاقات بين إسرائيل والمغرب التي بشكل عام يعني تقام بالسر وليس في العلانية على الملأ. وكما قلت لورين في السؤال، يعني المغرب وإسرائيل لا تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية كاملة، ولكن هناك علاقات يعني في الخفاء، وأيضا علاقات من تحت الطاولة. وهناك أيضا العديد من المغاربة يأتون إلى إسرائيل في زيارات، وبالعكس هناك إسرائيليون مغاربة يعني يسافرون إلى المغرب. ونحن في هذا يعني المغرب كانت إحدى الدول التي رشحت للانضمام إلى قطار التطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين، وهذا لم يأتي من عدم. التقارير التي تشير إلى وجود علاقات مع المغرب هي تقارير بالفعل هي صادقة. نعم، الزميل الصحفي في I24 نيوز عمر ربيع، شكرا جزيلا لك على جميع